السلام عليكم واهلا بيكم في اول فيديو في داتا بريكس. لو سمعت قبل كده عن كلمات زي داتا ليك هاوس، اباتشي سبارك، دلتا ليك ومش فاهم ايه علاقتهم ببعض، الفيديو دوت هيفهمك علاقتهم ببعض. وكمان النهارده هنجاوب على سؤالين: يعني ايه داتا بريكس وليه هي مشهوره ومهمه جدا في عالم الاي اي والديتا. طيب، اول حاجه، الناس اللي عملوا داتا بريكس هم نفس الناس اللي عملوا اباتشي سبارك. طبعا اباتشي سبارك هو اقوى واحد من اقوى الانجنز في حته الداتا بروسيسنج. كمان اشتغلوا على تولز اوبن سورس زي دلتا ليك، اللي هي طبعا بتخزن المعلومات بشكل كويس جدا. و ام ال فلو دوت برضو حاجه بنشتغل على ماشين ليرنينج والمودلز والحاجات دي. فطبعا البلاتفورم بتاع داتا بريكس معمول من ناس عندهم اكسبيرينس عاليه جدا في مجال الداتا والاي اي. فطبعا ده طبعا بيخليه مش غريب جدا ان هو يكون منتشر ومؤثر. طيب، عشان قبل ما نفهم البلاتفورم تعالى نشوف المشاكل اللي كان بنواجهها وداتا بريكس حلتها. طيب، اي تيم في الداتا هيكون مر بالموضوع ده، ان هو عنده داتا وير هاوس، عنده داتا ليك، عنده تيم طبعا للاي اي والماشين ليرنينج. طبعا لازم يكون اتعامل حته الاوركستريشن عشان ينظم البايب لاين والورك فلو. طبعا بدل بنتكلم على الداتا فلازم نكون عندي governance عشان السكيورتي. وطبعا الامر مش هيخلى من بي اي وداشبورد عشان نقدر نعمل اناليسيز للداتا. طبعا ده غير طبعا التولز اللي مسؤوله عن الاي تي ال. فطبعا كل دوت، كل حاجه ليها تول، كل حاجه ليها تيم. كل واحد بيحط داتا في حته معينه، فبيخلي الموضوع مور كومبلكس جدا ان انت تخلي الداتا ساينتست والداتا انجينير والداتا اناليست كل واحد بيتعامل بادوات منفصله ومفيش تنسيق بينهم. علشان استخدم الماشين ليرنينج والاي اي محتاج وقت عشان انقل بين الادوات وبعضها. برضو حته الجوفرنس ده حته مهمه جدا، ان مع كتر التولز بيبقى الموضوع معقد جدا. حته السكيورتي علشان البيانات بتبقى منتشره في كذا حته، وكمان عشان تعمل توسع الداتا او التكلفه بتبقى عاليه قوي عشان نعرف نغطي كل ده. فداتا بريكس راح شال كل ده كده وخلاهم في بلاتفورم واحد اسمه داتا بريكس. فعشان كده هو مهم جدا في مجال الداتا، لان هو لامم كل الحاجات دي كلها. طيب، احنا كده عرفنا التحديات وعرفنا ليه داتا بريكس مشهور، عشان هي بتحل المشاكل دي. طيب، داتا بريكس طبعا هو بلاتفورم بيجمع بين الداتا والاي اي. بيخلي الناس كلها تشتغل على نفس البيانات من اول ما بتدخل خام. يعني بيبقى عندي رو داتا لحد ما اقدر اعمل ريبورت، وكمان اقدر اعمل مودلز. طيب، الموضوع كله مبني على ايه؟ مبني على فكرة الليك هاوس. الليك هاوس ده بيجمع بين المميزات بتاع الداتا ليك وداتا وير هاوس. تعال نشرحها بشكل افضل. دلوقتي انا زمان كان عندي داتا وير هاوس. داتا وير هاوس دي كانت عباره عن ايه؟ عندي structured داتا، يعني داتا ممكن احطها في تيبل، بعمل عليها اي تي ال اللي هو اعمل اكستراكت وترانسفورم، وبعدين اعمل لودنج في الداتا بيس بتاعتي، سواء بقى اوراكل سواء تيرا داتا، ايا كان الايه الداتا بيس بتاعتي، وابدا استخدمها ان انا اعمل عليها اناليسيز وريبورتس. بعدين جاء حته النقل. لا، انا الداتا عندي مش لازم تكون structured، انا ممكن تبقى عندي structured semi structured and unstructured. زي ايه؟ زي مثلا ما يكون عندي طبعا البيانات اللي هي structured او images او videos سوري او اوديو او لوجز. فكل دوت بحطه في داتا ليك وابدا اشتغل عليه. بس كانت مشكله الداتا ليك ان هي بتفتقر لحاجه اسمها اسيد، اللي هي مفيش ايزوليشن بين الترانزاكشنز، مفيش كونسيستنسي. طبعا يعني عشان نختصر الحته ديت، ان هي ما كانش يعتمد عليها في الداتا اللي نوعها عامله زي الترانزاكشنز. زي ايه؟ مثلا شركات الموبايل، البانكينج، الحاجات اللي فيها ترانزاكشنز وفلوس، ما كانش اقدر اعتمد على الداتا ليك. فالداتا ليك ما عملتش ريبليسمنت للداتا هاوس. فالشركات بقت عندها نوعين من التيمز: تيم للداتا هاوس وتيم للداتا ليك. طبعا ده ليه الشغل بتاعه وده ليه الشغل بتاعه.
في حته الماشين ليرنينج والايه والداتا ساينتست بالنسبه للداتا ليك، وداتا هاوس بالنسبه للترانزاكشنز داتا. فجت بقى الداتا ليك هاوس عشان تحل مشكله ان انا ايه عندي نوعين، ان هي زودت اللاير ده اللي هي في الداتا بريكس اللي هي حاجه اسمها الدلتا ليك ديت، اللي خلت الداتا ليك فيها مميزات الداتا هاوس من حته الاسيد سبورت. فساعتها بقيت اقدر استخدمها في البي اي والريبورتس والداتا ساينتست وكمان الداتا ساينس والماشين ليرنينج. تمام، ده كده باختصار فكره الداتا ليك هاوس. طيب تعالى بقى نشوف البلاتفورم بتاع الداتا بريكس هي مبنيه على ايه. اول حاجه البلاتفورم الاولاني هو كلاود داتا ليك. احنا خلاص قلنا ان الداتا بريكس هو موجود او منتشر، فهو تقدر تستخدمه مع ايجر، فيبقى ايجر داتا بريكس، وكمان AWS والجي سي بي اللي هو جوجل كلاود. كل دول تقدر تستخدم واحد منهم از اللي هو ايه يعني كلاود داتا ليك. تمام، دي كده اول نقطه. فزي كده ما احنا قلنا كده انت بتختار كلاود بروفايدر، فوقيه بيبقى في حته الدلتا ليك ديت اللي هي اللاير اللي بتضيف حته تبقى ليك هاوس، يبقى من داتا ليك يعني داتا ليك لما بضيف حته الدلتا ليك تبقى داتا ليك هاوس. تمام كده بقت ايه، خدت مميزات الداتا وير هاوس. وبعدين فوقيها بحط حاجه اسمها يونيتي كاتالوج ديت اللي بتديني حته بتعالج حته الجوفرننس، فانا كمان ضمنت حته السكيورتي. تمام، وبعد كده في النهايه خالص بيبقى عندي الحاجه اسمها داتا انتليجنت، ودي اكتر حاجه بتميز انجن، ودي اكتر حاجه بتميز الداتا بريكس ان هو بيدخل حته الاي اي في البلاتفورم. وبعد كده بنلاقي في عندي 3 بروفايل، داتا انجينير وداتا اناليست وداتا ساينتست. في كل واحد فيهم بلاقي الداتا بريكس بيقدم لي اللي هو محتاجه. بمعنى ايه داتا بريكس، حته الداتا انجينيرنج او البروفايل بتاع داتا انجينير هلاقي ان هو موفر لي جوبز، ورك فلو، سبارك اقدر استخدمه. في حته الداتا اناليست الاقي عندي اس كيو ال والداتا بيز وداشبورد اقدر استخدمه. لو انا داتا ساينتست استخدم البروفايل بتاع داتا ساينتست، اقدر الاقي حاجات اعمل بيها مودلز اي اي وماشين ليرنينج. ده كده يعني بالمختصر كده البلاتفورم بتاع الداتا بريكس. فعشان كده داتا بريكس مهمه لاني حطيت لي كل الادوات في بلاتفورم واحد، فالداتا انجينير والداتا اناليست والداتا ساينتست يقدر يلاقي اللي هو عايزه في بلاتفورم واحد، ان انت تقدر الثلاثه يشتغلوا في نفس النوت بوك. طبعا حته ان انا عندي كلاودز فمديني حته السكابيليتي بتاعته تبقى عاليه، والاوركستريشن برضو عنده حاجه اسمها داتا بريكس ورك فلوز ديت اللي هي تقدر تعمل لك الاوركستريشن بتاعك، وغير الجفرننس من حته اليونيتي كاتالوج. كل دوت بيخلي داتا بريكس حاجه مطلوبه جدا ومفيده والشركات بتتجه لها. ده كده احنا شرحنا النهارده يعني ايه داتا بريكس والمشاكل اللي حلتها وازاي هي بلاتفورم قوي جدا، وايه ايه البلاتفورم بيتكون من ايه والحاجات دي كلها. بس كده اتمنى يكون الفيديو يعني ساعدكم انكم تفهموا. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل سبسكرايب ولايك، ولو عندك سؤال اكتب لي في الكومنت، واشوفكم في الفيديو الجاي ان شاء الله، والسلام عليكم.